اكلات كده لما بتيجي سيرتها بتعبر عن الاصاله والبساطه. اكله مصريه قديمه اسمها البصاره، طبعا غنيه عن التعريف. هات قهوتك وتعالى اما احكي لك حكايه. البصاره بقى يا سيدي اكله بسيطه وما بتحتاجش مكونات كتير، على عكس طعمها اللي مليان لذاذه. ده غير ان البصاره كلها قيم غذائيه، وده اللي يمكن خلاها اكله الفلاحين المفضله. الفول المدشوش من مكونات البصاره الاساسيه، غير بقى شويه التوابل السحريه اللي انتوا عارفينها، حبه كمون على حبه كزبره على شويه بصل من المحمرين دول والنعناع الناشف والطش. بمجرد بقى كل ده بقى يبقى مع بعضه بتطلع بقى الريحه اللي بتفتح النفس. المصريين زمان كانوا بيعتبروا البصاره اكله الفقراء، اكله مش مكلفه، ومع الوقت بقت الاكله المفضله لكل الناس خصوصا في الشتاء. يا سلام بقى لو عيش بلدي وشويه بصل اخضر. محدش بقى يا جماعه معاه طبق بصاره عشان انا مش قادر. البصاره مش مجرد اكله، ده جزء حقيقي من تاريخنا وهويتنا. بقول لك ايه، لو ليك ذكريات مع البصاره اكتبها لنا في الكومنتات.